الله الرحمن الرحيم. هاي، عاملين ايه؟ معاكم ايمي الصياد من اسهل اكله. ان شاء الله اليوم هنعمل حاجه كتير. الله الرحمن الرحيم. هاي، عاملين ايه؟ معاكم ايمي الصياد من اسهل اكله. ان شاء الله اليوم هنعمل حاجه كتير مهمه، يعني انا شخصيا ما اقدرش استغنى عنها، لازم تكون عندي بالفريزر. اوكي، انا جبت بس تقريبا حوالي 2 كيلو طماطم. هحاول اعملهم قدامكم تشوفوا. الصوص اللي دايما نحتاجه بكل الاشياء. اوكي، الصلصة الحمراء. خلاص، انت فيك تضعف الكمية. اوكي، هلا نشوف المقادير. 2 كيلو طماطم او اكتر زي ما تحبي. حبة فلفل رومي احمر. حبة بنجر اللي هو الشمندر. دي انا دايما بحتفظ بيه في الفريزر صراحة، بستخدمه في اشياء كتير لانه جدا مهم ومفيد كمان. اوكي، بابريكا معلقة كبيرة. ملح معلقة كبيرة. سكر يعني معلقة الا شوي علشان يعادل الحموضة تبع الطماطم. اوكي، هلا دلوقتي هروح اغسلهم واقطعهم صغير ونشوف هنعمل ايه. قطعت كل الطماطم تقطيع عشوائي، ما بتفرق. اوكي، والفلفل الرومي الاحمر والحبة البنجر او الشمندر. اوكي، هسيبهم بقى على نار هادية وارجع اوريكم هنعمل فيهم ايه. ما شاء الله تبارك الله، شوفوا لونها اتغير شوية ازاي من البنجر او الشمندر، وما شاء الله فصلت القشرة ونزلت مية كتير جدا. احنا ما كناش حاطين ولا نقطة مية. خلاص بدأت تستوي، هسيبها ربع ساعة وارجع اقول لكم هنعمل ايه. باي. تبارك الله، ريحتها تحفة. هطفي عليها واخليها تبرد وبعدين اضربها بالخلاط. اتمنى تجربيها لانها بجد هتعجبك جدا وهتوفر عليكي وقت كتير قوي. ان شاء الله خلاص بردت. هبدأ اعمل ايه؟ هبدأ اضربها في الخلاط واصفيها. اوكي، مفيش اسهل من كده. اتمنى انك تجربيها على اساس انت تبقي ضامنه كل حاجه انت عاملاها في البيت بايديكي. وما شاء الله دايما الحاجات اللي بتتعمل بالبيت بيبقى فيها بركه، ويا رب دايما البركه والخير كله في البيوت باذن الله. اوكي، انا دلوقتي بسم الله هنا خلاص هبدا اعمل ايه؟ اشغل الخلاط عشان ما ازعجكم. هروح اخلصهم كلهم وارجع تاني. تبارك الله، شوفوا اللون تحفة، اللون حكاية من قبل ما اعمل اي حاجة. دلوقتي هصفيها عشان انا مثلا لو عايزة استخدمها لخضار او كده هنصفيها. لو في طبخات زي مثلا المحاشي او كده او شغلات زي كده بتبقى مش محتاجة تصفية، بترجع برضه ليكي انتي. حابة تصفيها اوكي، مش حابة براحتك. خلاص، فانا هصفي منها جزء. اوكي، وجزء تاني لا. بس عندك المصفى بتصفي بقى براحتك. بسم الله سبحان الله الحمد لله الله اكبر. هخلصهم وهقول لك الخطوه اللي بعدها. اوكي، شايفه اللون تحفه، حكايه اللون ما شاء الله، حكايه وفايده كمان. شايفه الفوائد؟ مش بس اللون، في فوائد. دايما ندور على الفوائد وندخلها في الاشياء اللي ما تبان. اوكي، الله دي اللي انا صفيتها. شوفوا لونها جبار، مفيش اي اضافات ولا اي شيء غير اللي احنا حطيناهم، الطماطم والفلفل الاحمر والبنجر. اوكي، ونفس الطريقه الجزء التاني اللي ما صفيته لان في اكلات بحتاجها بدون تصفيه. هلا شو بدي اعمل؟ احنا كان عندنا ملح وسكر، هحط جزء هنا. بسم الله، ملح وسكر وبابريكا واسيبهم يغلوا مع بعض. بس شفتوا بقى قد ايه سهله؟ ولا بقى تشتري ولا تدوري على حاجات من بره، لا انتي تعملي كل حاجه بالبيت. سبحان الله الحمد لله. بتقلبي مظبوط وتسيبيها بقى ايه تدي مع نفسها كده ربع ساعه. في احلى من كده؟ بتعملي اشياء بايديكي بتبقي كتير مبسوطه بيه. نشوف التانية. بسم الله، برضو نفس الموضوع. حطينا بقيه المكونات، بابريكا والملح والسكر. قلنا السكر ما تقلقيش منه خالص لان انت اوريدي بعد كده بتحطي بهارات كتير على اكلك وعلى اذا خضار او محشي، فكل ده بيروح. وبرده هسيبها ربع ساعه ونرجع لها تاني وان شاء الله تكون كملت. بارك الله، لونها وشوفي السمك بتاعها تحفه. دي اللي انا ما صفيتها. تانية هنا دي كمان، دي اللي انا صفيتها. شوفي السمك بتاعها بدون اي اضافات. فيك تشيليها في
عبوة بلاستيك زمزمية عندك مثلا مش عاوزاها، او كيس تلاجة، وانا في الغالب بشيلها بكيس تلاجة لسبب عشان ما تاخد مني مكان من الفريزر. هنا بسم الله هبدأ اعبيهم هنا واشيلهم وارجع اوريكي. ما شاء الله تبارك الله عملوا لي كام كيس. اوكي شوف ما شاء الله تبارك الله عملت لي 4 اكياس كتير حلوين، حجمهم كويس ومناسب، واتنين من المتصفيين واتنين من الكيسين اللي مش متصفي. حلوة جدا، معمولة بنظافة بأمان. انتي عارفة انتي عاملة ايه بإيدك، فيها قيمة غذائية عالية كتير. يا ريت تجربيها وتقولي لي ايه رأيك. واتمنى اللي لسه بتشوف فيديوهاتي تفعل الجرس عشان يوصل لها كل جديد. ونتقابل ان شاء الله مع ايمي الصياد، في امان الله. نتقابل ان شاء الله مع ايمي الصياد، في امان الله. نتقابل ان شاء الله مع ايمي الصياد، في امان الله.